مساء الخير صبايا. ولا في أحلى من إنه نقدم كاسة عصير مانجا فريش ما فيهاش أي إضافات ولا فيها أي مواد حافظة ب3 مكونات. يلا نسوي عصير مانجا. جبت حبة المانجا غسلتها، وزنها حوالي نص كيلو. طبعا هاي أنا بالبيت خليتها تصير، جبتها اشتريتها خضرة، وليكو مجرد فتحتها كيف اللون بيكون أصفر برتقالي غامق. بنقشرها وبنحاول ما نقشرش كثير من لب المانجا مشان ما نخسرش من حبة المانجا أو من هبرة المانجا. بنقطعها مكعبات وبنحاول نشيل حبات أو قطع المانجا. أنا لما أشتري كمية كبيرة بقشر كل حبتين أو كل حبة إذا كان حجمها كبير، وأحطها بكيس نايلو وبفرزها بالفريزر لبني أعملها عصير. طبعا الجزء هذا من لب حبة المانجا بتعطيه لابنك، بتخليه مصمصي. هنا حطيت حبة المانجا بكيس، وجبت حبة مانجا ثاني قشرتها قطعتها حطيتها بالوعاء اللي أنا راح أعمل فيه عصير. السكر حسب الرغبة، معلقتين 3 حسب رغبة ست البيت. كل تقريبا حبة مانجا كبيرة بتاخذ معايا لتر من الماء البارد. بهرسها، بتأكد إنه انهرست، بتأكد إنه الخليط صار معاي ناعم، بتأكد إنه اندمج. هون أضفت لسه كمان شوية ماي لأنه كان كثير سميك. بنقدمها بكاسات. صحتين ألف عافية.